تخيل إنك كل يوم بتجري ورا النجاح، السعادة، العلاقات، الفلوس، بس كل ما تقرب تحس إنك تايه أكتر. طب إيه رأيك لو الحل مش إنك تجري؟ إيه رأيك لو السر في اللامبالاة؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من قطرة. النهاردة هنبدأ رحلة في واحد من أكتر الكتب اللي هزت تفكيرنا عن الحياة، فن اللامبالاة لمارك مانسون. الكتاب ده مش بيقولك تكون شخص بارد، بالعكس هو بيقولك تبالي بس بالحاجات اللي تستاهل. مستعد؟ يلا بينا. مارك مانسون بيبدأ كتابه بقصة لتشارلز بوكوفسكي، الكاتب الفاشل اللي قرر انه مش لازم يكون عظيم ولا ناجح ولا حتى محبوب، وبدل ما يحاول يكون شخص مثالي تقبل انه فاشل واستمر في الكتابة، وفي النهاية نجح. هنا الفكرة الأولى إن السعادة مش في الجري ورا النجاح، السعادة في إنك تختار حاجات قليلة تبالي بيها فعلا. والنقطة التانية في الكتاب التركيز على القيم المهمة فقط. الكتاب بيقول إن مشكلتنا الأساسية إننا بنبالغ في الاهتمام بحاجات كتير، عايزين نبقى ناجحين، محبوبين، أغنياء، مثاليين، بس الحقيقة ده مش ممكن. لازم تحدد إيه الحاجات اللي فعلا تستحق إنك تهتم بيها، مش كل حاجة تستاهل مجهودك. وتالت نقطة في الكتاب التوقعات والواقع. ليه بنعاني؟ أغلب مشاكلنا جاية من إننا متوقعين إن الحياة هتكون سهلة وإننا لازم نكون ناجحين طول الوقت، بس الحقيقة إيه؟ الحقيقة إن الحياة مليانة مشاكل، والمهم مش إنك تتفادى المشاكل دي، المهم إنك تختار المشاكل اللي تستاهل تعيشها. في الحلقة اللي جاية هنتكلم عن أهم مبدأ في الكتاب، ليه القبول بالفشل هو أهم خطوة للنجاح، وليه لازم إننا نقبل إن الحياة دايما مش عادلة. لو عجبك المحتوى ما تنساش تكتب لي رأيك في التعليقات وتشترك في القناة علشان ما تفوتش الحلقة اللي جاية. وبس كده، سلام.